طالع اكل الحمام في يوم ومفيش في بالي ولا على بالي، لسه داخل عند الحمام وبفتح الباب ببص على الارض لقيت في 5 جنيه على الارض. طبعا الحاله مقشفره معايا، طرت من الفرحه ما كنتش عارف اتصرف ازاي، بقيت بجري زي المجنون في كل مكان. الناس بقت تتفرج عليا من على السطوح وتقول لهبل ده ماله بيعمل ايه، يا خبر ابيض اجري يلا 5 جنيه مش لاقي اعمل ايه. هبطت من كتر الجري زي لهبل مع ان انا فرحان، بس لقيت اخويا داخل عليا وبيقول لي ما شفتش الخمسة جنيه بتاعتي وقعت هنا؟ اتصدمت وقلت بقى بتاعت اخويا بقى ما ينفعش ما اديهالوش، فقمت قايل له وعهد الله ما شفتها. لقيت الشيطان بيبص لي من فوق جاي يقول لي يخرب بيتك ده انت طلعت كافر، ده انا صدقت وقلت هتديها له. عيب عليك يا زميلي. حطيت ال5 جنيه تحت رجلي بسرعه وقعدت ابص يمين وشمال، والعيال قلبت الدنيا وبتدور في كل مكان، وانا واقف ما عنديش رحمه ما اتحركتش من مكاني وقاعد اقول يا رب ما حد يشوفني. لقيت الواد اخويا دخل فيها زي الجاموسه، قلبنا على ظهره وبقول ربنا ينتقم منك، ده عربيه تدش مخك، وكل اللي في دماغي ال5 جنيه هباه. وانا نايم على الارض لقيت واحد بيقول ادي الخمسة قلبي جنيه. دق 7 دقات وما عدتش قادر اخد نفسي وما عدتش شايف قدامي والدنيا قفلت في وشي، وكل ده عشان اقول 5 جنيه. فجاه قمت من النوم وبصيت تحت المخده بسرعه لقيت ال5 جنيه موجوده، حطيتها على صدري وارتحت نفسيا. سلام عليكم.